بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. إذا اليوم غادي نعرض لكم هاد شقة غزالة تبارك الله، واللي عنده شي شقة، منزل، دار، أرض، بقعة أرضية، سواء في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء ولا في أي مدينة في المغرب، يتواصل معنا عبر الواتساب في الرقم اللي كتشوفوه في أول الشاشة، وكنتعامل فقط عبر الواتساب. يعني اللي غيشري واللي غادي يبغي يحط عندي الفيديوهات ديالو فالله يجازيكم بخير، كنتعاملوا فقط عبر الواتساب. اذا ندوزو نشوفوا هاد شقة غزالة تبارك الله، وما تنساوناش من لايك، ديروا لنا اعجاب فالله يجازيكم بخير. مؤخرا نسيتونا من لي لايك، ما تنساوش ديروا لنا اعجاب، ديروا لنا لايك، خليو لنا تعاليق، الله يجازيكم بخير. اذا شقة غزالة تبارك الله. إذن هي هادي. إذن الصالون الأول، الصالون الثاني، شقة كبيرة تبارك الله. إذا راه كنهضرو على ثلاثة ديال الغرف، ثلاثة ديال الغرف والسيجور وصالون، برطمان تبارك الله متيسعة. إذا ها الصالون، الغرفة الأولى حنا شفناها، هذا الصالون، صالون كبير والسيجور راه أونفاس معاه كيما شفتو. وعندها واحد الإطلالة جميلة، فالبرطمة كتطلع على ثلاثة ديال الشوارع، وثلاثة ديال الشوارع بثلاثة بهم دايز منهم الترامواي. إذا هادي اللي أونفاس، هادي ثانوية محمد العقاد. هذاك الشارع اللي شفتو شارع عقبة بن نافع، وكاين شارع محمد زفزاف وشارع دريس الحارثي. ثلاثة الشوارع كاملين فيهم ترامواي تبارك الله. برطمة غزالة تبارك الله. وكاين واحد المزية أخرى، فالعمارة كاملة فيها فقط 6 ديال الشقق. إذا ما عندكش الجيران بزاف، عندك 5 ديال الجيران فقط. السطح بطبيعة الحال يعني مش مشترك. إذا هذه الغرفة الثانية. إطلالة جميلة عندها تبارك الله، قرابلك 3 ديال الشوارع من أكبر الشوارع اللي كاينين في الدار البيضاء: شارع محمد زفزاف، شارع دريس الحارثي، وشارع عقبة بن نافع، وكاملين كما قلت لكم فيهم الترامواي. إذا الغرفة الثالثة ها هي. إذا هذه هي ثانوية محمد العقاد، ها هي أونفاس معك. كما لاحظتوا الغرف بالبلاكارات. إذا شفتوا الغرفة الأولى بالبلاكارات، الغرفة الثانية هي بالبلاكارات، والغرفة الأخيرة اللي كان عندها الباب مفتوح. إذا هذيك على شكل صالون. وهنا الكوزينة، فالكوزينة تقريبا راه فيها بيت. إلا حسبنا المساحة ديال الكوزينة، فهاد البلاصة هادي اللي كتشوفوا دابا أونفاس تقريبا راه غرفة إلا أسسناها، والكوزينة كتبقى ها هي. فكاين اتساع كتير، يعني الكوزينة فيها بيت، والكوزينة فيها البالكون ها هو غادي تشوفوه.
إذا ها البالكون، البالكون مالين هاد البرتمة، دايرين فيه واحد الطواليط احتياطية، إلا كانت العائلة كانوا الناس بزاف، فكاينة هاد الطواليط هادي داروها في البالكون احتياطية وصافي كيما كنقولو. ها هي، إذا هادي طواليط عصرية احتياطية، لأن عندنا الطواليط والحمام. وكاين هاد الرفدة هادي على شكل بلاكار نديرو فيها الحوايج، مسائل اللي ما كنستعملوش. إذن ها هي الطواليط، بطبيعة الحال البالكون راه محلول، الغبرة داخلة ماليها ما ساكنينش فيها. وهاد الترامواي دايز ها هو، المسجد تا هو قريب، لاحظوا تقريبا جوج مساجد كيبانو من هنا من البالكون، كيبانو جوج ديال المساجد. وانتم كتشوفوا بقية الفيديو ونعطيكم المعلومات. إذا فهاد الشقة للبيع تقريبا تابعة للسيدي مؤمن قبالة ثانوية العقاد كما شفتوا. اللي بغى يعرف اللوكاليزاسيون ديالها يكفي انه يدير ثانوية العقاد، وراها اونفاس معاها هي كما شفتوا من خلال الفيديو. اذا شقة للبيع في سيدي مؤمن قبالة ثانوية العقاد، جات ما بين 3 ديال الشوارع. اذا هذا تا هو بلاكار في الباب، ف مع الدخلة ديال الباب كاين هذا البلاكار، يمكن لنا نستعملوه تا هو، والحمام والدوش الطواليط ها هما. فالبارتما جات بين 3 ديال الشوارع، محمد زفزاف، شارع دريس الحارثي، والشارع عقبة بن نافع، شوارع 3 بهم فيهم الترامواي، قريبة للطريق اللي كتدي لوطوروت. العمارة فيها 6 ديال الشقق فقط، يعني كل طابق فيه شقتين. إذا جوج بارتمات في كل طابق. قريب لها في جنبها كاين المركز الصحي ديال الحومة، ستاسيون افريقيا وستاسيون طورال ديال التشارك. المساحة ديال هاد البارتمان 112 متر، جات في الطابق الثاني، والثمن هو 78 مليون قابلة للنقاش. إذا اللي مهتم يتواصل معايا فقط عبر الواتساب في الرقم اللي شفتو في أول فيديو. وفي الآخر ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.